هل تعرف قصة الرجل الذي أنقذ الحجاج بن يوسف من الغرق؟ دعنا نحكيها لك وتهيأ للضحك. يحكى أن الحجاج نزل بمفرده ليسبح في نهر دجلة، فزلت قدمه وكاد أن يموت غريقا. في هذه اللحظة مر عليه رجل وشاهد ما جرى للحجاج، وفورا قفز في النهر لينقذ الحجاج، وبالفعل استطاع إنقاذه والصعود به نحو الشاطئ. فقال الحجاج للرجل: أتعرف من أكون؟ قال الرجل: أعرفك بالطبع، أنت والي العراق الحجاج بن يوسف. قال الحجاج: هل أتيتني إلى القصر لأكافئك؟ قال الرجل: لم أنقذك لتكافئني، ولكن أنقذتك بسبب حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من مات غرقا دخل الجنة، ولا أريدك أن تدخل الجنة. ثم ترك الرجل الحجاج مندهشا وانصرف.